العربي بن مبارك. الفيديو ده اتطلب مننا كتير من صديقنا استاذ شاهين اللي بنوجه له كل التحية وبنهدي له الفيديو ده. وخد عندك يا سيدي، اسمه بالكامل هو الحاج العربي بن مبارك، احد لاعيبه كرة القدم المغربية السابقين. واحلى تحية لاهلنا الكرام في المغرب، بنوجه لكم كل التحية والتقدير وكان بغاكم بزاف. العربي بن مبارك اتولد يوم 16 يونيو سنة 1914 في الدار البيضاء في المغرب. عاش طفولته وهو يتيم، وكان بيشتغل من وهو صغير في مهنة النجارة، وابتدى علاقته بكرة القدم باللعب في الحواري وفي الشوارع. العربي بن مبارك ابتدى مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد المغربي. العربي بن مبارك مع الاتحاد المغربي حقق 5 بطولات دوري مغربي وبطولتين كاس المغرب و8 بطولات سوبر مغربي وبطولة واحدة لشمال افريقيا. وبسبب تألقه مع نادي الاتحاد المغربي انهالت عليه العروض من اوروبا، وفي موسم 1938 1939 يلتحق العربي بن مبارك بنادي مارسيليا الفرنسي. وزي ما تألق العربي بن مبارك مع فرقته في المغرب، قدر ان هو يتألق مع مارسيليا وكان احد نجوم الفرقه، ولكن بسبب الحرب العالميه الثانيه يتوقف الدوري الفرنسي لمده 5 سنين. وبعد ما يرجع الدوري الفرنسي بعد الحرب العالميه الثانيه يفضل العربي بن مبارك يتالق، ولكن المره دي مع ناديه الجديد اللي كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه الفرنسي، نادي فرنسا او استاد فرنسا، في موسم 1945 1946 ان هو يصعد مع ناديه الجديد لدوري الدرجه الاولى الفرنسي. وبسبب تالقه في الملاعب الفرنسيه انهالت عليه العروض من كل انديه اوروبا. يفضل العربي بن مبارك ان هو يلتحق بنادي اتلتيكو مدريد الاسباني علشان يبقى اول لاعب عربي يلعب في الدوري الاسباني ويلعب في نادي اتلتيكو مدريد. ومن ساعه ما وصل العربي بن مبارك لاتلتيكو مدريد عمل طفره وثوره كبيره جدا في النادي، وقدر في موسم 1949 1950 ان هو يحصل على لقب الليجا مع نادي اتلتيكو مدريد. وبعدها وفي الموسم الثاني مباشره موسم 1950 1951 يقدر العربي بن مبارك ان هو يحقق مع نادي اتلتيكو مدريد لقب الليجا للمره الثانيه على التوالي. العربي بن مبارك مع اتلتيكو مدريد قدر يحقق بطولتين للدوري الاسباني وبطوله لكاس السوبر الاسباني. العربي بن مبارك ارغموا الفرنسيين ان هو يلعب باسم منتخب فرنسا، وفعلا مثل المنتخب الفرنسي في اكتر من 15 مباراه دوليه، قدر ان هو يسجل فيها 3 اهداف. وبعد اعتزاله كره القدم يرجع العربي بن مبارك من تاني لبلده المغرب علشان يدرب نادي الاتحاد الرباطي ونادي النجم البيضاوي، وعلشان يكون هو اول مدرب في التاريخ لمنتخب المغرب لكرة القدم. وفي يوم 16 سبتمبر سنة 1992 يتوفى العربي بن مبارك عن عمر 78 سنة. وانت برضو يا صديقي قول لنا في التعليقات مين النجم اللي عايزنا نتكلم عنه في الفيديو اللي جاي.